السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالي النهاردة اقولك على وصفة حلوة جدا، وان شاء الله لو عملتيها في رمضان هتعجبك جدا جدا وهتشرفك بجد. حاجة كده مختلفة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحمام الكذاب. معايا كوباية من البرغل. طبعا بنقيه من اي حاجة فيه يا بنات، وبعد كده بناخده على الحوض بنغسله. تمام. وكمان بننقعه بكوبايتين من المية. البرغل ده يا بنات حسب كمية الفراخ اللي عندي، يعني كوباية البرغل دي هتعملي من 6 ل7 اوراق. تمام يا بنات؟ تمام. كمان معايا بصلاية، برضو حسب كمية الفراخ اللي موجودة. وكمان ما يشترطش، يعني احنا ممكن نحط البصلاية دي ونحط كده الفراخ كلها مع بعضها. تمام يا بنات. ان التوابل بتاعتي هحتاج ملح وفلفل اسود في كل الوصفة. تمام. هنا معايا البصلاية حطيت عليها الملح والفلفل الاسود، ونبدأ ندعكها بايدينا كويس جدا لحد ما انزل ميتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. تعالي بقى نتكلم عن الفراخ دي طبعا عشان نسهل علينا الامور بنروح للفراخجي ونقول له عايزين اوراق حمام كداب. بكل سهولة هيعملها لك وانت واقفة. تمام. اهم حاجة توصي ان الجلد يكون سليم. توصي ان الحمام بتاعنا او الفراخ بتاعتنا يكون الجلد بتاعها سليم يا بنات، ما يكونش متقطع. لو متقطع صدقيني مش هتعرفي تلفيه تماما. اهم حاجة يكون الجلد بتاعنا سليم، وده المطلوب كمان. بنمسك بقى الفراخ بتاعتنا بنتبلها كده او بندعكها بالبصل والملح والفلفل الاسود زي ما احنا شايفين، من بره ومن جوه. حلو جدا. الخطوة دي بتفرق. انت ممكن تستغني عن البصلايه وترشي ملح وفلفل اسود وبراحتك. بس صدقيني جربيها بالبصل كده هتوديها في حتة تانية خالص. كده تبلنا الفراخ وكمان نقعنا البرغل. نيجي بقى على البوتاجاز كده نحط حلة او طاسة، وبعد كده نحط معلقتين كبار من الزيت. معلقتين كبار من الزيت ومعلقة ونص كده او يعني معلقة كبيرة من السمنة، بس يفضل ان احنا لازم نحط زيت مع السمنة. ليه؟ هقولك. لان البرغل احنا مش هنسقيه مية كتير، فبالتالي عشان ما يحرقش مننا او يشيط مننا لازم يا بنات معلقة الزيت. معلقه الزيت بتساعد ان اي حاجه انت بتعمليها على النار ما تلحقش منك بسرعه. المهم حطينا البصلايه مفرومه. تمام. بصلايه مفرومه. وبعد كده صفينا البرغل بتاعنا اللي احنا كنا ناعينه، وبعد كده نضيف البرغل على البصل. خلاص. اهم حاجه نصفي البرغل كويس جدا من الميه. خلاص. بعد كده زي ما قلنا التوابل بتاعتنا النهارده ملح وفلفل اسود بس. حطي ملح وفلفل اسود بس. لو حابه تحطي بهارات مشكله مفيش اي مشكله، بس النهارده الطعم كله صدقيني هتبقى حاجه بسيطه كده ولذيذه، وهتستطعمي في حاجه كده في منتهى الجمال. ملح وفلفل اسود. تمام. نقلب كده او نشوح البرغل بتاعنا، نشوحه زي ما يكون بتعملي رز بالظبط. بعد كده معايا بقى ميه مغليه بنحطها على البرغل. ربع كوبايه ربع كوبايه ميه. اهم حاجه البرغل بتاعنا ما يوصلوش الميه لفوق. تمام. يعني احنا مش عايزين نغطي البرغل بتاعنا. طيب ممكن نستخدم رز، ممكن طبعا. يعني هنا بديل البرغل الرز. بعد كده طبعا البرغل بتاعنا بعد ما اتشرب تمام بنحطه كده في بولة او في طبق علشان يبرد معانا بسهولة. طبعا ممكن كمان ما نحطوش يعني في بولة، انت ممكن تسيبيه يبرد براحته، بس انا هنا بقولك على الخطوات علشان لو انت مستعجلة وعايزة تنجزي في وقتك. هنا كمان هنوضح اكتر يا بنات. هنجيب الورك بتاعنا وبعد كده نحشيه بالبرغل اللي موجود. اهم حاجة الجلد بتاعنا يكون مفرود قدام مننا. واضح هنا اكتر اهو. وبعد كده نلف الورك بتاعنا من قدامنا كده نلفه. وبعد كده ممكن نستكفى بالخطوة دي، يعني احنا ممكن نحطه في الصينية كده. تمام. ونحط عليه ورق فويل وندخله الفرن من غير اي مية. وهو طبيعي الفراخ هتنزل ميتها. تمام. لكن انا هنا عايزه احط حبه ميه عشان عايزه اخد برضو طبق شوربه حلو. فانا هعمل ايه؟ هلفه بالخيط زي ما احنا شايفين. هنلفه بالخيط لفه بسيطه، لفه واتنين وتلاته، مش شرط ان احنا نكتف الورك جامد يعني. تاني بنجيب الورك قدام مننا بالشكل ده، وبعد كده بنحط الحشوه بتاعتنا اللي هي البرغل او الرز حسب ما تحبي، وبعد كده بنحشي الدبوسه اللي هي مخليه. وبعد كده بنلف الورك بتاعنا. شايفين سهل جدا. اهم حاجه طبعا يكون الجلد بتاعنا سليم باكد. وكمان بعد كده بنجيب الخيط وبنلفه لفه واتنين وتلاته، مش مشكله خالص. ممكن كمان بالخله. ركزي هنا انا بلفه ازاي. باكد كده في الاول،
وبعد كده بلف الخيط قدام مني بالشكل ده لفة واتنين وتلاتة، واي زيادة بتنزل معاكي وانتي بتلفي، اي زيادة وانتي بتلفي هي طبيعي بتنزل معانا. شايفين متماسك جدا ازاي؟ لان وانتي بتلفي الخيط اي زيادات نزلت. نيجي بقى هنا للخطوة التانية. ممكن نغلي مية على النار ونحط فيها الفراخ، بس المية طول ما هي بتغلي يا بنات ممكن تخلي الفراخ بتاعتنا دي تفرقع من كتر الغليان، لان الفراخ بتاعتنا يعتبر ما فيهاش عظم. فانا بفضل احطها في الصينيه وبحط معاها كوبايه من الميه، وبحط معاها بحط معاها ورق لوري وحبهان، وبنلف الصينيه بتاعتنا وبندخلها الفرن. تمام يا بنات، هتنزلي الشوربه اللي احنا عايزينها. طيب انا عايزه شوربه زياده، حطي كوبايه ميه زياده. شايفين شكل الشوربه؟ ركزي كده فيها، بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا جميله متماسكه، ما فكتش مننا، ما نزلتش الحشوه اللي احنا حاطينها. لكن احنا في حاله الغليان على النار ممكن تنزل الحشوه اللي احنا حاطينها لو انتي مش متمكنه في لف الفراخ. تمام يا بنات، تمام. نيجي بقى كده طاسة على النار فيها زيت، ونبدأ كده أول ما الزيت يسخن معانا نحط الفراخ بتاعتنا. طيب أنا مش عايزة أقلي الفراخ بتاعتي، حبة صلصة، معلقة صلصة، ملح وفلفل أسود وحبة زيت، ودهني الفراخ بتاعتك ودخليها الفرن. بس جربي الفراخ بتاعتنا النهاردة مقلية. ودي وصفة النهاردة يا حبيبتي، يا رب يكون عجبتك، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.